السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم، ازيكم يا أحسن ناس في الدنيا. النهاردة إن شاء الله هنعمل صنف جديد شوية. هنعمل إن شاء الله اللحمة زي ما انت شايفة كده. اللحمة دي لحمة ملبسة، يعني ايه ملبسة؟ فيها جزء لحم أحمر وجزء لحم أبيض اللي هو ايه السمين أو الدهن. تمام يا حبيبتي. عندي هنا مية مغلية، عندي هنا بصل لورا، هتحطي بقى حبهان وتحطي فلفل اسمر وتحطي ده كله بعد ما ايه اللحمه تاخد ايه شويه كده غلوتين تلاتة. انا شايفه اديني بوريكي حته قطعه اللحمه اهي. تمام. لان بتدي سكره قوي قوي يا جماعه، لكن اللحمه الحمرا صرف دي يعني بتبقى حلوه كل حاجه، بس مش زي اللحمه الملبسه. خليناها بقى تغلف براحتها كده وتاخد وتدي بشكل ودي. وعملت لكم الرز ده. عندنا هنعمل رز اصفر. الرز ده ايه؟ ده يا حبيبة قلبي اسمه الرز الفلبيني. ده احنا كان عندنا، فاحنا عملت ايه؟ حطيت له شوية زيت، ولازم أن تكون الزيت بيقدح كده، يكون الزيت سخن سخن، وتغسليه غسلة نظيفة. ومعيار الرز ده بيختلف عن الرز المصري العادي. ده عبارة عن كل كوباية رز كوبايتين مية. تمام. عشان توصلي لأحسن طعم وأحسن نتيجة إن شاء الله، عشان ما يعجنش منك. هنا بعد ما شوحتي شوية الرز معاكي اهو، حطينا كركم وحطينا ملح وتقلبي. تمام. هنا بيحتاج سنة زيت أو سنة إدام زي ما بيقولوا عن الرز المصري. تمام اهو. وتفضلي تقلبي كويس قوي قوي لحد الرزية كده ما تحسها انها اتغلفت كده وتشمعت تشميعة حلوة بالزيت. عندي هنا حطيت لورا، وحطيت هنا مكعب مرق دجاج. تمام. مكملة معايا؟ لو كنت مكملة معايا لحد كده ما تنسيش يا حبيبتي الاشتراك وحطي لايك. تمام. وتفضلي تقلبي 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 اهو. اديني بحط لك ادي كوبايه وتكون ميه مغليه او شوربه مغليه. شايفين البخار اللي طلع؟ معلش بقى اهو. يبقى هنا انا حطيت كوبايتين رز قصادهم 4 كوبايات ميه مغليه، مش ساقعه من الحنفيه، لا. امشي على الخطوة دي واديك هتشوفي نتيجة الرز ده للآخر. ما تقوليش الرز ده مش هينفع ومش هاخده ولا الكلام ده كله، لا. برضو احنا عارفين ان احنا عندنا اي حاجة بنمشي بيها وبنطلع احسن نتيجة. طبعا الاكلة الجميلة المتينة دي عايزة شوية بطاطس كده محمرين كده وتمام التمام صوابع. هنا بقى طبعا هتستغلي الزيت. هنرميه؟ لا، لا يمكن. هينفع في اكتر من حاجة. خلاص قليت الزيت سوري البطاطس بتاعتي يا قلبي. وبعد كده هحمر حتتين اللحمة الحلوين الجامدين دول براحتنا كده، وياخدوا اللون المستكاوي اللي هتشوفهم دلوقتي. احلى طعم والله. كان صنف في منتهى الجمال اهو. وتظبطي بقى الطبق بتاعك كده وتشكليه اهو. ما كلفتنيش حاجة. الرز عندي، البطاطس عندي، حتة اللحمة عندك في الفريزر. عايزة تعملي فراخ مكانها اعملي زي ما انت عايزة. والله يا جماعة الواحد لسه واكل وريقه جري بأمانة. والله الأكل كان طعم والكل شكر فيه بألف هنا وشفا. خلص فعلا. وأقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.